السادة المدراء. يلعب. اوبا. ثواني بس يا ميشيل، عايز اطلع كل اللي فات، عايز امشي من الشركة وانتوا حرامية توكسيك. اقفش ايه يا حاج؟ ايه ده؟ ثواني، لا يا لا باشا لا، خلاص ايه؟ والله جايب اخر يا ميشيل. انت بتعمل ايه؟ بكتب استقالتي يا ميشيل. استقاله بتشتم الناس فيها؟ خلاص بقى خلاص. يا باشا الاستقاله ما تعملش فيها اللي انت بتعمله امال ده. بتعمل ايه يا مشالي؟ يا باشا الاستقاله بتمر على مراحل وبتتكتب بطريقه معينه ما فيهاش قله الادب دي. ما انا متعصب يا مشالي، انا عايز امشي. طب استنى هقول لك تعملها ازاي. قول يا مشالي قول. لو فاكر ان الاستقاله هي انك تدخل على مديرك وترمي الورقه وتقول له باشا انا مستقيل معلكوش حاجه عندي اخركم معايا اليومين دول والحركات دي، تبقى غلطان. انت محتاج الاول تعرف يعني ايه استقاله وايه مراحلها، تكتب فيها ايه وتبعتها امتى عشان الكل يطلع كسبان. شوف يا صديقي، الاستقاله باختصار هي اختار رسمي بتقدمه لشركتك بتبلغهم فيه انك بتنهي عقدك معاهم، وده بيتم تقديمه للاتش ار المسؤول في شركتك وبيكون مكتوب بخط الايد، واحيانا بيطلبوا منك تعمل له سكان وتبعته في ايميل. ولازم المعلومات اللي تكون كاتبها تكون واضحه ومفهومه وفيها تاريخين، تاريخ تقديم الطلب وتاريخ اخر يوم شغل ليك معاهم. وده بقى ياخدنا لمراحل تقديم الاستقاله. المرحله الاولى ما قبل الاستقاله، وده بيتقسم لجزئين، جزء خاص بيك وجزء خاص بمديرك. في الجزء الخاص بيك ما ينفعش تكون واخد قرار وانت متنرفز، يعني مطلوب منك تكون دارس قرارك كويس وتكون عارف بعد الاستقاله هتروح على فين، وكمان تكون عامل حسابك في موضوع الفلوس. ده غير شويه تفاصيل كنت عملت لك عنها فيديو قبل كده بعنوان حاجات لازم تفكر فيها قبل ما تسيب شغلك، واللي هتلاقي اللينك بتاعها هنا. نروح بقى للجزء الثاني واللي هو خاص بمديرك. قبل ما تقدم استقالتك بشكل رسمي للاتش ار محتاج ترجع لمديرك وتبلغه، اقعد معاه وقول له اسبابك كمان عشان لو عنده حل لمشكلتك ممكن يساعدك انك ترجع في قرار الاستقاله ده اصلا. كمان ما تنساش انك لازم تقول له عشان ممكن لو قدمت على مكان جديد يطلبوا منك ريفرنس نمبر لاخر مدير اشتغلت معاه، واللي اكيد تحب انه يقول عنك كلام كويس. حد دلوقتي يقول لي حتى لو سايب الشغل بسببه، حتى لو سايب الشغل بسببه. وده بقى ياخدنا لتاني مرحله وهي عند الاستقاله. عشان تخرج من المكان بطريقه بروفيشنال وتطلع انت وشركتك كسبانين بعض، اعمل حسابك في حاجتين مهمين. الاستقاله ما بنقدمهاش النهارده ونمشي بكره، في حاجه اسمها نوتس بيريد، ودي بتتراوح مدتها ما بين شهر او 2 حسب العقد بتاعك. فمهم تبقى عارف النوتس بيريد بتاعتك مدتها قد ايه قبل ما تقدم على مكان جديد. بس ما يمنعش انك ممكن تتفاوض معاهم يعني عشان يمشوك اسرع، ممكن يعملوها. عشان كده خد بالك لو مقدم على شغل تاني انك تكون مخلص كل ورقك وماضي على العقد الجديد اعتبارا من المده اللي موجوده في عقدك مع شركتك القديمه. ودلوقتي خليني اقول لك ازاي تكتب جواب الاستقاله في 5 خطوات. اول حاجه بتكتبها هي العنوان، خطاب استقاله، وتاني حاجه هي تاريخ اليوم اللي مقدم فيه الاستقاله دي. اما تالت حاجه هي الدباجه، مهم تختار دباجه كويسه، ودي بتكون زي السيد مسؤول الموارد البشريه، تحيه طيبه وبعد، يرجى التكرم بقبول استقالتي من مكاني الفلاني بشركتكم، وبعدها تقول السبب اللي انت سايب عشان الشغل بكل وضوح. وحاول تدور على اسلوب كويس وانت بتقول السبب، ولو قفلت معاك خالص اكتب لاسباب شخصيه. وده ياخدنا لرابع حاجه وهي تاريخ اخر يوم شغل ليك، واللي هو حسب النوتس بيريد اللي موجوده في عقدك. واشكرهم كمان على الفتره والخبره اللي كسبتها خلال شغلك معاهم. وخامس حاجه هي نهايه الجواب اللي بتكتب فيه اسمك وتوقيعك وتاريخ اليوم، وده يعتبر بشكل عام الفريم الاساسي للاستقاله، لكن انت ممكن تعدل فيه بالطريقه اللي تناسبك. وهسيب لك في الكومنتس مثال لجواب الاستقاله، واحد عربي والتاني انجليزي. في حاجه كمان عايزك تاخد بالك منها، حاول تكون مختصر بقدر الامكان في الجواب ده، ولما تعمل اكزيت انترفيو ابقى قول كل اللي انت عايزه، وزي ما اتفقنا بطريقه بروفيشنال. وده ياخدنا لمرحله ما بعد الاستقاله. اول حاجه ساعد اللي جاي بعدك، وافتكر نفسك في البدايه قد ايه كنت قلقان وتايه، وفي ناس ساعدتك وفهمتك. وحتى لو قلت لي ما حدش علمني حاجه، علم انت اللي جاي وخليك احسن حتى لو مش هتقابله تاني. تاني نصيحه ليك، ما تقطعش مع زمايلك القدام بغض النظر عن انك كنت بتقضي معاهم تقريبا اكتر من تلت اليوم، بس ما تنساش ان دول جزء من الكونكشن بتاعك وممكن تحتاجهم قدام. تالت حاجه، ما تخرجش اسرار شركتك بره ايا كانت تجربتك، وحتى لو كانت وحشه خد حقك بشكل قانوني، بس ما تخرجش اسرار شركتك بره. وده ياخدنا لرابع نقطه، اوعى تشهر بسمعه شركتك حتى لو مريت فيها بتجربه مش كويسه. انا معاك انك ممكن تكون حاسس بعدم التقدير او انك ما خدتش حقك وانت شغال معاهم، بس ما دام خرجت من المكان ومفيش اي اجراء قانوني هتاخده يبقى ملوش لازمه الكلام الكتير. لان مثلا لو انت مقدم على شغل جديد وقاعد في انترفيو وانا اتش ار وسمعتك بتقول الكلام ده، عمري ما هعينك، لانك قدام ممكن تقول نفس الكلام وانت ماشي من المكان. خامس حاجه، لو معاك عربيه لابتوب او اي عهده لازم ترجعها علشان دي امانه معاك. سادس واخر حاجه، ابعت ايميل عام لكل الناس اللي معاك في الشغل ودعهم فيه واشكر
وتشكرهم بشكل عام على الوقت اللي قضيته في المكان، وخصوصا الناس اللي كان لهم اثر عليك واتعلمت منهم حاجه. ودلوقتي بعد ما عرفنا مراحل تقديم الاستقاله، خليني اجاوبك على كام سؤال ممكن يدوروا في دماغك. هو انا ممكن ارجع في الاستقاله بعد ما بعتها؟ من حقك ترجع في استقالتك وتبلغ في خلال اسبوع من تاريخ الجواب، وفي شركات بتدي مهله 15 يوم من تاريخه. عشان كده مهم ان جواب الاستقاله يكون مترخ. طب سؤال تاني، هو صاحب الشغل من حقه انه يرفض استقالتي؟ على حسب العقد اللي بينكم. فمثلا لو حبيت تمشي قبل مده العقد وفي شرط جزائي هتدفعه، ولو هم اللي فصلوك قبل مده العقد لازم يدفعوا لك تعويض، غير كده مفيش اي سبب للرفض. سؤال تاني، هو في تعويض عند الاستقاله؟ والاجابه لا يا باشا مفيش، انت اللي استقلت فمفيش تعويض. وبكده نكون عرفنا كل حاجه عن الاستقاله وازاي تقدمها بشكل بروفيشنال يطلعك كسبان انت والمكان اللي كنت شغال فيه. ودلوقتي عايزك تقولي في الكومنتس لو عديت بمرحله الاستقاله وقدمتها فعلا، علاقتك ايه بزمايلك القدام، وايه اكبر غلطه عملتها عمرك ما هتنساها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير مع اصحابكم اللي لسه تايهين في سوق العمل. ولو عايزين تسلكوا اكتر في سوق العمل تابعوني على كل المنصات، يوتيوب، فيسبوك، انستجرام وتيك توك. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل.